اكتر الشكاوي اللي بسمعها ان هو ما بيعرفش يلبس تيشيرتات. احنا في دايموند اثيتكس بنبقى مهتمين جدا بان احنا نوصل للشكل المثالي، وان احنا نعمل عمليات او اجراءات توصل لاكبر قدر ممكن من البرفكشن. وعلشان نعمل ده في يعني سيستم كبير جدا بنعمله وما خلف الكواليس يمكن ما حدش بيتكلم عنها كتير قوي. احنا النهارده بقى هنتكلم على ما خلف الكواليس، وانا النهارده معايا دكتوره سلمى والدكتور محمد سليمان والدكتور احمد شواتي. ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ انتوا عارفين طبعا ان كل بني ادم بيجي ياخد اجراء تجميل بيبقى الموضوع مأثر معاه نفسيا، يعني اكيد مضايقه. وكلنا طبعا احنا الاربعه قابلنا بقى المواقف ده في العياده، ومحتاجين نعرف او نعرف الناس الحاجات المحرجه او الحاجات اللي بتخلي الشخص يعاني من القصه. احمد مثلا عيان التسدي ده ايه اللي بيضايقه او ايه اللي بيخليه يعني يروح يعمل عمليه؟ عيان التسدي عموما بيبقى هو مشكلته ان هو بيبقى شكله مش ذكوري، يعني بيبقى حاسس ان صدره كبير شويه على انه هو راجل. لا حاسس ايه؟ ما هو بيبقى صدره كبير فعلا. ده حقيقي. يعني مثلا اكتر الشكاوي اللي بسمعها ان هو ما بيعرفش يلبس تيشيرتات، يعني بيركز اكتر في القمصان لان التيشيرت بيمسك على جسمه فبيبين بروز الصدر، غير ان هو بيبقى يعني بيعاني في بعض الاحيان اللي هو سنه صغير من التنمر. انا بتهيألي التريقه في مصر دي يعني التنمر اكتر حاجه بتوجهه للعمليه لو هو سنه صغير. لو هو سنه كبير بيبقى السبب برضو الكبير بالنسبه له بيبقى في موضوع اللبس، يعني دايما بسمع شكوى اللبس.